السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين على قناتكم فاسيمو تشانيل. بطبيعة الحال بالأمس الكل يتكلم عن حدث بارز بالمملكة المغربية، حيث تم عهد جديد من صناعة السيارات بالمغرب. استقبل الملك محمد السادس أول سيارة صنعت بأيادي مغربية 100%، حيث أن مؤسس هذه الشركة وهو السيد بالخياط نسيم بالخياط، الشركة هي شركة نيو موتورز، قال إن هذه السيارة هي سيارة مغربية 100% التي جرى تقديمها بالأمس الاثنين بالقصر الملكي في الرباط، حيث ستكون متاحة في السوق المغربي ابتداء من يوليوز المقبل بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم إلى حدود 190 ألف درهم، ما بين 17 مليون إلى 19 مليون مغربية. وذكر السيد بالخياط في تصريح أدلى به بطبيعة الحال أن السيارة تعمل بالبنزين من فئة كروس أوفر، صالحة للمناطق القروية والجبلية، وستتوجه بالأساس إلى السوق المغربية أولا، وفيما بعد إلى السوقين الإفريقية والأوروبية، على أن يتم في مرحلة مقبلة إصدار نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي. وأيضا أضاف بالخياط عقب استقبال الملكي لعرض السيارة الجديدة أن المصنع الذي أنتجها متوفر منذ سنة 21 و2000، وقال إن النسخة التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس قابلة للتسليم بطبيعة الحال منذ شهر، ابتداء من شهر يوليوز القادم، أي منذ حوالي شهرين من الآن. وهي عبارة نسخة نهائية حصلت على جميع المصادقات بطبيعة الحال، واجتازت جميع التجارب المطلوبة في الخارج. وذكر المستثمر المغربي أن محرك السيارة المغربية صنع في القنيطرة، وأضاف أن القدرة الإنتاجية الحالية تبلغ 5000 سيارة في السنة، وسيتم الرفع منها تدريجيا للوصول إلى 27 ألف سيارة في السنة على المدى المتوسط، مع زيادة الطلب وتطوير شبكة التوزيع واعتماد خدمة ما بعد البيع. إلى جانب السيارة المغربية، شهد القصر الملكي أيضا تقديم النموذج الأول لمركبة الهيدروجين باسم نامكس، التي صممها فوزي النجاح بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات. وأيضا سيتم تزويد السيارة ذاتها بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه ب6 كبسولات قابلة للإزالة، وهو ما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق. وهنا ما يؤكد بأن المغرب ذاهب لا محالة إلى الريادة القارية، فهو أيضا أول مصنع للسيارات بإفريقيا، وبالتالي سيكون من الأوائل على المستوى العالمي خلال بضع سنوات. وأيضا ما يؤكد ذلك بأن القوة الاقتصادية التي استفاد منها المغرب من الشركات الكبرى التي أتت إلى المغرب للاستثمار في قطاع السيارات، بأن هناك تكوين للمهندسين، وبالتالي فإن المردودية ستكون عامة على المغاربة. إلى أن نلقاكم من جديد، تحياتي إليكم والسلام مسك الختام. من القصر الملكي بالرباط، حيث ترأس اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأول لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. وتشرف على هذا المشروع الذي يعد إذانا بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعموم كفاءات وطنية، ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات وتطورها بالمملكة. وبالمناسبة، وشح صاحب الجلالة السيدين نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس، بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد. بعثة الأولى والتفاصيل. مرة أخرى يؤكد المغرب موقع في قطاع صناعة السيارات، فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. واليوم يترأس جلالة الملك حفظه الله حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي شركة نيو موتورز، التي قامت بإحداث وحدة صناعية بعين عودة جهة الرباط سد القنيطرة لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.
وينتظر أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. وكانت الوكالة الوطنية للسلامات الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى، وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق. وتشرف على هذا المشروع الذي يعد إذانا بميلاد أول علامة سيارة مغربية للعموم كفاءات وطنية، ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة. نموذج سيارة أول مصنع مغربي قام بها مغربي، مشروع مبتكر من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، ويؤكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع المبادرات المقاولة الوطنية. وبهذه المناسبة وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز بوسام الكفاءة الفكرية. وفيما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات بينين فارينا، وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية، وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه ب6 كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق. ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة على المستوى العالمي الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة. وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز بإيثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة. كما يكرس هذان المشروعان الرؤية المستنيرة لجلالة الملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد. وتجسد هذه البادرة الريادة التي أصبح يتميز بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال صناعة السيارات واستقطابه الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعزز مكانة المغرب على الصعيد القاري والدولي. وبهذه المناسبة كذلك وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد فوزي نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس بوسام الكفاءة الفكرية. جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور. وضمن العناية الملكية بالكفاءات المغربية، وشح صاحب الجلالة السيدين نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس بوسام الكفاءة الفكرية. مبادرتان صناعية